ولعن أعداءهم أجمعين سيما أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. الله. أبو بكر خليفة المسلمين، خليفة المسلمين بكى حتى كادت نفسه أن تزهق، حتى تصوروا أنه هيغمى عليه. ده زادت بقى السيدة فاطمة وأضافت وقالت لأدعون الله تعالى عليك في كل صلاة أصليها. ولعن أعداءهم أجمعين سيما أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. الله. لأدعون الله تعالى عليك في كل صلاة أصليها. روى البخاري عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. ثلاث. يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. ثلاث. بس طبعا ما يجيبون اسمائهم، هذا طبيعي، وانت لازم تعرف انه ما جابوا اسمائهم لانه هذه الاسماء مقدسة عندهم، والا اذا ما كان فيها اشكال كانوا يذكرون اسمائهم. شنو المشكلة؟ هذا الخبر رواه البخاري في صحيحه في الجزء الخامس الصفحة 35، ونحوه تجد في الدر المنثور للسيوطي الجزء الخامس الصفحة 71 وغيرهما كثير. وعلى أي حال يثبت من خلال هذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلعن أفرادا بغض النظر عن الاختلاف في الأسماء، ويثبت من خلال هذا أن اللعن من آداب الإسلام. فإذا جاء وهابي أو بكري غبي وقال: لماذا أنتم تلعنون في قنوت الصلاة؟ وشنو هذا شيخكم قاعد يلعن في قنوت الصلاة؟ قولوا له: نعم، أنتم رويتم أن رسول الله قد فعل ذلك في الصلاة. ثم انتحب أبو بكر يبكي. مشهد جلل رهيب. بنت النبي بتقول له: سيدنا محمد قال رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي، وبتقول لأبو بكر، أبو بكر بتقول له إنه أنا هأشهد الله سبحانه وتعالى إن أنا ساخطة عليك وغاضبة منك، ولما هروح يوم القيامة ولما ألتقي بالنبي في بعد موتي هأشهده على أنني ساخطة عليك كارهة لموقف القائم.